هو ازاي دولة زي مصر بكل حجمها وتاريخها ده وتبيع جزء من أرضها لدولة تانية؟ السؤال ده أكيد جه في دماغك لما سمعت صفقة بيع رأس الحكمة للإمارات، بس الحقيقة إن مش ده اللي حصل خالص. فتعالى بقى نفهم بكل بساطة كده وإيه اللي حصل في الصفقة دي، وإزاي الصفقة دي كانت سبب في حل أزمة كبيرة أوي لمصر. القصة بدأت لما مصر كانت بتمر بأزمة اقتصادية كبيرة أوي، وكان لازم دولارات تخش البلد في الوقت ده، والموضوع وصل إن في نهاية سنة 2022 الديون بتاعة مصر وصلت ل 163 مليار دولار. وما كانتش المشكله الاكبر ان مصر عليها ديون وخلاص، المشكله ان الديون دي كانت لازم تدفع بالدولار، وفي نفس الوقت ده الدولار نفسه اصلا كان شاح جوه البلد. فمثلا الاستثمارات الاجنبيه خرج منها جزء كبير، والحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت على السياحه واسعار السلع، والجنيه المصري نفسه ابتدى يفقد كتير قوي من قيمته، والاسعار زادت بشكل كبير. ففي الوقت ده مصر كانت قدام مشكله كبيره، والمشكله واضحه اننا محتاجين دولارات وعلينا التزامات بالدولار، والدولار اللي داخل الدوله مش كفايه. وعشان كده في الوقت ده مصر ابتدت تدور على طرق تعرف تدخل بيها عمله صعبه. فمثلا اقترضت فلوس من صندوق النقد، وباعت حصص في بعض الشركات، وابتدت تجذب الاستثمارات الاجنبيه. لكن في الوقت ده كان في حاجه اكبر بكتير قوي من كل المحاولات اللي بنحاولها دي، وهي راس الحكمه. راس الحكمه دي منطقه كبيره قوي على الساحل الشمالي، وموجوده بين اسكندريه ومرسى مطروح، والموقع بتاعها مميز قوي، وشريطها الساحلي طويل، يعني المساحه اللي ماشيه على الساحل كبيره قوي، فواخده مكان مميز جدا. وكده كده اصلا الحكومه المصريه كانت مخططه من قبلها بفتره انها تعمل في المكان ده مدينه سياحيه ضخمه، بس بناء مدينه بالحجم ده كانت محتاجه فلوس كتيره، محتاجه استثمارات كتير. فنبدا بقى نشوف الامارات تدخل معانا في الصوره دي. وفي فبراير 2024 مصر بتعلن عن صفقه ضخمه جدا بينها وبين الامارات لتطوير راس الحكمه، والرقم وقتها كان 35 مليار دولار، وده وقتها كان من اكبر الاستثمارات الاجنبيه اللي دخلت مصر في صفقه واحده. بس هنا بقى لازم نفهم حاجه مهمه، ال 35 مليار دول ما كانوش كلهم فلوس جديده جايه من الامارات، منهم 24 مليار دولار كان مقابل حقوق تطوير راس الحكمه، اما ال 11 مليار التانيين فكانوا ودائع اماراتيه موجوده في البنك المركزي المصري، وبعدها ال 11 دول بيتحولوا لاستثمارات داخل المشروع. يعني الصفقه دي وفرت لمصر كميه كبيره قوي من الدولارات في وقت مصر اصلا كانت في حاجه كبيره جدا للدولارات دي. طب وهي الامارات دفعت كل الفلوس دي عشان تعمل ايه؟ هل هي اشترت ارض من مصر؟ الموضوع مش بالبساطه دي. بص يا سيدي، احنا دلوقتي كدوله مصريه عندنا ارض كبيره قوي وعايزين نستثمر عليها ونعمل مشروع ضخم، ولكن تطوير الارض دي بالشكل اللي احنا عايزينه هيعوز فلوس كتيره قوي، وشركه بتتحاسب بالدولار عشان تعرف توصلنا للمرحله اللي احنا عايزينها. فمصر خصصت الارض للمشروع، والامارات عن طريق صندوق ابو ظبي ADQ حصلت على حقوق تطوير راس الحكمه، وده فرق كبير جدا عن انك تبيع سياده الارض نفسها لدوله تانية. فعايزك تتخيل معايا كده انك عندك قطعه ارض وجبت شركه استثمارات وقلت لها خدي حته الارض دي وطوريها، ابني عليها بقى كل اللي انت عايزاه، عايزه فنادق، مولات، اي حاجه افتحيها على حته الارض دي، وفي المقابل ليكي حقوق الاستثمار والعائد من المشروع، وانا هيكون ليا نسبه من كل الحاجات دي. فهل الشركه اللي انا اديتها حته الارض بتاعتي كده بقت دوله منفصله، وحته الارض ديت بقت ملكها خالص بقى وبقت اسمها دولة الشركة الاستثماراتية؟ أكيد لا طبعا. فده الجوهر بتاع الموضوع، الإمارات ما بقتش تمتلك الأرض، والأرض ما بقتش تحت سيادة إماراتية، فهي أرض داخل مصر، والمشروع نفسه معمول من خلال شركة اسمها راس الحكمة، والإمارات هي عبارة عن شريك بيطور المشروع ده، ومصر نفسها ليها حصة 35% من المشروع وكل الأرباح اللي بتيجي منه. وحتى لما جم يعملوا الاتفاق أصلا كان الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وبين شركة أبو ظبي التنموية القابضة، وكان الاتفاق على تطوير المدينة. وفي حاجة كمان بقى أوضح من كده، المطار اللي هيتم إنشاؤه لخدمة راس الحكمة الخطة الرسمية بتقول إن الأرض الخاصة بالمطار هتتخصص لوزارة الطيران المصرية، وإن مصر برضه هيكون ليها نصيب من أي إيراد يجي من المطار. فكده الإمارات هتشارك في إننا نخلي راس الحكمة مدينة ضخمة، وإحنا هنا مش بنتكلم عن كام فندق وقرية سياحية، الخطة كانت أكبر من كده بكتير. إحنا عندنا فنادق، منتجعات، مناطق سكنية، مولات ومناطق تجارية وأماكن ترفيه، مكاتب واستثمارات وبنية تحتية، وكمان المطار الدولي اللي اتكلمنا عليه من شوية. والمشروع ده مساحته حوالي 170 مليون متر مربع، يعني حوالي 170 كيلومتر مربع، وده رقم لو جيت تتخيله هتلاقيها مساحه كبيره قوي. والاستثمارات اللي ممكن تدخل المشروع على مر السنين ممكن توصل ل 150 مليار دولار، مش هنستفيد بيهم احنا باي حاجه طبعا. يعني ال 35 مليار دولار اللي اتكلمنا عليهم من شويه مش معناه خالص ان المشروع كله هيكلف 35 مليار دولار بس، دي بدايه ضخمه بس للمشروع، لكن بعد كده المفروض يدخل رجال اعمال ومستثمرين كتير جدا. طيب
مصر بقى يا سيدي استفادت ايه من كل الحوارات دي؟ عندك اول حاجه انها حصلت على سيوله ضخمه جدا بالدولار في وقت كانت محتاجه ليه جدا، وده ساعد على اننا خففنا ازمه العمله الصعبه اللي كانت موجوده في الوقت ده. تاني حاجه بقى ان مصر مش خارجه من المشروع بايد فاضيه، مصر احتفظت بنسبه 35% من المشروع مدى الحياه. يعني المشروع كل ما يكبر ويبدا يحقق ارباح، مصر ليها نصيب من كل الارباح اللي داخله دي. وتالت حاجه بقى ان المشروع نفسه ممكن يعمل اقتصاد كامل في المنطقه. فمثلا لما نبني فنادق هنعوز موظفين، هنجيبهم منين؟ من داخل مصر، فكده استفدنا بحاجه اهو. فلما تعمل مطاعم محتاج عمال، محتاج فود بلوجرز، هنجيبهم منين دول؟ فلما تعمل شركات ومولات ومشاريع محتاج ناس تشتغل في كل الحاجات دي. ولما السياح يجوا هيصرفوا هنا بالعمله الصعبه، سواء بقى في مواصلات، سواء في ترفيه، سواء في سياحه، في اي حاجه موجوده جوه الدوله. فالفكره بقى من راس الحكمه مش المفروض انها تكون صفقه فلوس مره واحده بتدخل الدوله وخلص الموضوع على كده. المفروض انها تتحول مع الوقت لمصدر دخل مستمر لمصر. لكن في المقابل بقى عايزين نسال سؤال مهم، هو ايه اللي خلى الامارات تدفع المبلغ الضخم ده في حاجه زي دي؟ ايه اللي هيعود عليها يعني منه؟ لان الامارات بكل بساطه شايفه قدامها منطقه ساحليه ضخمه جدا، وكمان موجوده في موقع مميز ممكن تتحول لمدينه سياحيه ضخمه جدا على مستوى العالم كله. يعني مثلا لما المشروع ينجح الامارات هتستفيد من الاستثمارات اللي داخله فيه والارباح اللي جايه منه، ومصر هتستفيد من الاستثمار نفسه اللي الامارات جايه تستثمره عندنا ومن ارباح المشروع، ومصر بقى هتستفيد من الاستثمار نفسه اللي الامارات عملته عندنا وده غير حصتها اصلا في المشروع، وهتستفيد كمان من السياحه اللي هتزيد في مصر وكل المشاريع اللي هتتعمل في المنطقه. لو رحنا الامارات فعندها فلوس كتير وعايزه تستثمرها في مشروع ضخم، ومصر عندها ارض بس محتاجه استثمارات ودولارات. فهنا بقى نرجع للسؤال اللي بدأنا فيه، هي مصر باعت راس الحكمه للامارات؟ خلينا نوضح تاني الموضوع ده. مصر منحت حقوق تطوير واستثمار المنطقه مقابل مبلغ ضخم، بس الصفقه دي في وقتها عملت جدل كبير قوي على السوشيال ميديا. كل الناس بقت مستغربه ازاي مصر تبيع ارض من ارضها لدوله زي الامارات. يعني كده قطعه الارض دي بقت تعتبر داخل حيز الامارات، يعني بقت ديت تبع دوله الامارات والمصريين ما ينفعش يخشوها. كل الحوارات دي مش حقيقيه يا جدعان، كل ده حاجات من وهم. مصر عمرها ما تعمل حاجه زي دي. وكان في طرف تاني من الجدال اللي كانت ناس فاهمه بقى ايه اللي بيحصل بالظبط، والناس دولت اتقسموا لنصين. نص كان شايف ان ده طبيعي يحصل عشان نسد الازمه اللي كانت موجوده عندنا ونوفر العمله الصعبه، ونص تاني قال طب هو احنا كل ما نعوز فلوس هنروح نستثمر على الارض بتاعتنا ونخلي شركات اجنبيه تيجي تبني عليها وتعمل مشاريع؟ لان لو كل مره احتاجنا دولارات احنا هنروح نبيع اصل جديد عندنا في الدوله، فاحنا كده هنفضل طول عمرنا محتاجين نبيع اصول. وعشان كده نجاح مشروع راس الحكمه مش هيبان من 35 مليار دولار وبس، النجاح الحقيقي بقى لسه هيبان بعد سنين كتير قوي لما نشوف المدينه ديت اتبنت بالشكل اللي كان مخطط له فعلا، وهل السياح والمستثمرين بداوا يجوا باقبال زي ما كان كل الناس متخيله، وهل دخل لمصر دولارات كتير زي ما كنا متخيلين، وهل العمله بتاعتنا هتظبط واعرف اجيب ايفون اصور بيه ب 5000 جنيه مثلا، وهل ده بقى مصدر دخل جديد لمصر بدل ما يكون مجرد حل الازمه موجوده. ففي النهايه قصه راس الحكمه مش مجرد ان مصر باعت ارض من عندها لدوله ثانيه وخلاص، هي الفكره ان كان في دوله معاها فلوس وعايزه تستثمرها، واحنا كمصر عندنا ارض جميله طبعا في كل الاماكن وعايزين نعمل مشاريع على الارض دي، بس محتاجه فلوس كتير، فنروح نلجا للناس اللي معاها فلوس تعمل المشاريع، ناخد نسبه مكسب لينا وهم ياخدوا نسبه مكسب ليهم، وده الطبيعي والصح اللي المفروض يحصل. وطبعا في المواضيع دي المصالح بتلتقي في الاخر، احنا خدنا المصلحه اللي احنا عايزينها وهم خدوا المصلحه اللي هم عايزينها، والمصالح دي كان مشتركه في راس الحكمه. وبس كده. لو عجبك الفيديو مهتم بكل المحتوى سواء التاريخي سواء اي حاجه في البتنجان، اعمل لي سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات جامده جدا جدا جدا. سلام.